انت من مواليد ما بعد 1930، فانت اكيد ما تعرفش غير سانتا كلوز او بابا نويل الطيب المتختخ صاحب البسمه الدافيه واللي بيوزع هدايا ليله الكريسماس ودايما لابس احمر. بس ناس كتير ما تعرفوش ان سانتا كلوز بالشكل ده هو اخر محطه في رحله طويله جدا. من حوالي 1700 سنة في مدينة صغيرة اسمها ميرا في تركيا حاليا عاش راجل اسمه نيكولاس. نيكولاس كان أسقف المدينة ومحبوب جدا من أهلها لأنه كان مشهور بحبه للفقراء وخصوصا الأطفال، وكان بيساعدهم في السر وغالبا بالليل. نيكولاس مات يوم 6 ديسمبر سنة 343 ميلادي، وبعد موته الكنيسة اعتبرته قديس وده خلت يوم 6 ديسمبر يوم القديس نيكولاس. والناس بدأت في اليوم ده تعمل زيه، توزع أكل وهدايا على الأطفال والفقراء. وشوية شوية الحكايات اتحولت لأسطورة وبدأت تنتشر عن طريق البحارة والتجار، وكل بلد كانت بتحكيها بطريقتها وتضيف عليها من ثقافتها. ولما القصة وصلت شمال أوروبا ومع ليالي الشتاء الطويلة والبرد القاسي، نيكولاس بدأ يتحول من قديس أسطوري إلى رمز دافي بيجيب البهجة في عز الشتاء. وفي كل الفترة دي ما كانش فيه شكل واحد لسانتا، كل بلد سميته بطريقتها: أخضر، بني، أحمر غامق، رفيع، طويل، قصير، وغالبا بملامح جادة تليق بقديس. ومع هجرة الأوروبيين لأمريكا وتحديدا الهولنديين واستقرارهم في مدينة نيويورك، نقلوا معاهم قصة القديس نيكولاس وكانوا بيسموه سنتر كلاس، وتحور بالإنجليزي بعدين إلى سانتا كلوز. وعشان المجتمع الأمريكي وقتها كان حيوي جدا وحرفيا خلاص ثقافات، بيبدأ سانتا كلوز ياخد شكل إنساني وودي أكتر. بدأت الرسومات بتاعته تكون أقل حدية وأكثر طيابة، بس لسه مفيش شكل محدد أو لون محدد للبسه. إلى أن بنوصل لسنة 1930، شركة كوكاكولا كان عندها مشكلة كبيرة إن في الشتاء محدش كان بيشرب حاجة ساقعة، فقرروا يعملوا حملة تسويقية مختلفة وجريئة بإنهم يبيعوا للناس إحساس الدفى في عز البرد. إزاي؟ إنهم يجيبوا أكتر شخصية مرتبطة بالشتاء والكريسماس والسعادة وموجودة أصلا في الخيال الشعبي اللي هي سانتا كلوز، ويخلوه يشرب كوكاكولا. بس المشكلة واجهتهم إن سانتا وقتها ما كانش ليه شكل ثابت أو لون لبس محدد زي ما قلنا. فكوكاكولا في 1931 كلفوا رسام اسمه هادن ساند بلوم إنه يرسم لهم سانتا كلوز، وفعلا ساند بلوم رسم سانتا بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. وطبعا من ضمن كل ألوان لبس سانتا كوكاكولا اختارت الأحمر عشان ده اللون اللي بيرمز ليهم. ولمدة 30 سنة متواصلة كوكاكولا استخدمت سانتا كلوز بالشكل اللي رسمه ساند بلوم في إعلانات الكريسماس في كل مجلة في كل بلد. فاللي حصل إن كوكاكولا ثبتت شكل سانتا ولون لبسه في خيال كل الناس، وخلت العالم كله يحفظه بنفس الصورة. كل سنة وانتم طيبين.